بعد انتشار التوك توك بشكل كبير وزيادة مشاكله المرورية والأمنية، بدأ البحث عن بديل يكون أكتر أمان ورقي، وظهرت ميني كار ايجيبت. عربية مستطيلة الشكل صغيرة الحجم، تم تصنيعها في واحدة من ورش النقل الخفيف بالجيزة بأيادي مصرية وخامات محلية. السيارة الميني كار ايجيبت دي عملناها بمواصفة عالية تفوق أي وسيلة نقل خفيف شبيهة ليها. يعني هي مثلا 300 سي سي، في حين ان الوسيلة الشبيهة ليها أو التوك توك في السوق عامل 175 سي سي، دي 300 سي سي. تبريد مية، اقتصادية في استهلاكها للوقود، اقتصاديه في صيانتها وقطع غيرها، انها بتصين اسبوعيا ما يقرب من 30 ل 50 جنيه الصيانه بتاعتها. نسبه الصنع المحلي تصل ل 80% 85%، لان انا ما بستوردش غير آلة الجر فقط. سعرها بتبدا من 30 ل 34 الف جنيه. في دول افريقيه وعلى راسها السودان طالبين ان انا اصدر على هذا المنتج ليها، بس انا يعني طموحاتي واللي بامل بيه ان منتجي يبقى في بلدي الاول، وبعد كده لما يحصل عندي فائض اصدره للخارج. بنطلع معدل ما يقرب من 3 سيارات في اليوم، يعني معدل 90 سياره في الشهر. مصر بتستورد سنويا 290 مليون دولار توك توك. بنقول للدوله وبنقول للمسؤولين احنا اهو بنقدم لك حل يقضي لك على ازمه من ضمن الازمات. كل ما نطلبه ليها انها عايزين لها خط سير. احنا قبل ما بنكون بنطلب دعم مادي او اي حاجه من الدوله بنطلب الدعم المعنوي. وبعد ما اتعرفنا على المنتج المصري الجديد اللي ممكن يكون بديل للتوك توك، دلوقتي هنطلع للشارع وناخد رأي الناس فيها، وكمان رأي سواقين التوك توك. السلام عليكم. تبدل؟ قول لنا رايك ايه في العربيه دي لو نزلناها بدل التوك توك؟ حلو، 4 عجلات احسن من التوك توك. جميع ده حلو. قول لنا بقى بما انك بتاع قطع غيار. لا انا مش بتاع قطع غيار، انا عفشاجي يا عم الحاج. والله شايفها عربيه حلوه، يعني احسن من التوك توك. سنده نفسها وعضمها جديد باين عليها. صلى على النبي، حاجه حلوه والله ومريحه والله العظيم، غيرها سهله جدا. طبعا احسن. لا احسن والله احسن. ده في الاول اسمها عربيه مش توك توك، 3 عجلات مثلا. عربيه يا باشا احلى من التوك توك، عربيه حاجه ملمومه وحاجه معروفه وما تكبر فيها رخصه، وفي نفس الوقت خد بالك عربيه. هي كويسه وصوتها ناعم ومريحه في قعدتها واوسع من التوك توك. أكتر من 2 مليون توك توك منتشرين في شوارع مصر، وأغلبهم بدون ترخيص. أصبحوا عنوان للفوضى، وأحيانا بيكونوا وسيلة للخارجين عن القانون. وظهور السيارة البديلة رغم كونها حل مناسب بتأدي دور التوك توك، إلا إنها ممكن تكون سبب في تفاقم المشكلة لو ما تمش وضعها في إطار قانوني سليم. محمد سلامة، هنا العاصمة.